عشان اتخلص من الدوخة اللي ناتجة من مشاكل الرقبة لازم نعرف شوية معلومات بسيطة. في مشاكل كتير جدا ناس كتير ما تعرفش ان المشاكل دي بتحصل من الرقبة، زي الصداع الغضروفي، زي الدوخة، او حتى زي زغللة العين او blurred vision، ودي بتحصل نتيجة حاجة اسمها vertebropatellar insufficiency، نتيجة استقامة الفقرات العنقية واختفاء الانحناء الطبيعي للرقبة والشد العضلي المزمن في الرقبة. وعشان تتخلص من كل المشاكل دي لازم تحافظ على 3 حاجات. اول حاجة بالنسبة لنا لازم تحافظ على الانحناء الطبيعي للرقبة من خلال الوضعيات اللي حضرتك هتبقى شايفها دلوقتي في الفيديو. ورقم 2 ان حضرتك تحافظ على عضلات الرقبة الامامية والخلفية من خلال ممارسة تمارين رياضية هنتكلم عنها كمان حاجة بسيطة. ورقم 3 بالنسبة لنا انك تحافظ على وضعيات الجلوس الصحيحة والنوم الصحيحة، وكمان القعاد على الموبايل او اللابتوب لازم يكونوا صح، لان دول من اكتر الاسباب اللي ممكن يؤدوا للاصابة باستقامة الفقرات العنقية ومشاكل الرقبة المختلفة وتدخلنا في المشاكل اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي. يلا بينا نعمل التمارين دلوقتي. ولو مهتم دايما بالاعصاب والعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري فهنا مكانك، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. يلا بينا.